السلام عليكم. ازيك يا كابتن خالد؟ ازيك يا كابتن حازم؟ حبيبي يا زوما. يا جلال ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ حبيبي والف مبروك يا حازم، مبروك. ما علينا كلنا، ما احنا كلنا يعني اكيد مبسوطين. الواحد مصري بيكسب ده اكيد حاجه ننبسط بيها كلنا يعني ان شاء الله يعني. طبعا. كواليس بقى يا زوما بقى، كواليس بقى واللي حصل بالليل واللي حصل النهارده وكواليس بقى. لا والله يعني بص، من امبارح واضح في حاله من الطمانينه يعني مع الكابتن هاني والناس كلها هنا. الكوسافا دول اللي هو جنوب تقريبا افريقيا والأسافة ولا في كده الفاظ، انت عارف انا لسه جديد، لكن اللي هو وسط افريقيا وفي غرب افريقيا يعني. الكوسافا كان مع دي كوسافا دي جنوب افريقيا يعني الحته اللي تحت الكوسافا. في حاجه ثانيه برضه بس انا مش فاكر السكافه. المهم يعني السكافه بقى، السكافه. ايوه طبعا عليك. شفت بقى كابتن؟ وانت عارف ان السكافه بتاعتنا عاليه قوي. قطع دراعي لو حد من اللي جنبك دول عارفين كوسافا. ايوه انا بقول لك السكافه عاليه بتاعتنا قوي. بقول لك ايه، السكافه الرياضيه بتاعت مهيب عاليه جدا. يعني واضح ان هو كان في كابتن هاني بقى له فتره كبيره موجود، فطبعا الناس عارفه قيمته وعارفه شغله. وكان بقول لك من امبارح واضح يعني في طمانينه، في اطمئنان يعني وارتياح الناس كلها معاه. يبقى بقى في العادات بالنهائيه كده، الترابيزات النهائيه بالليل الناس كلها كانت يعني شايفه ان كابتن هاني هو اللي هيبقى مفيش يعني مقاومه يعني. دي حاجه طبعا تحسب ان الراجل الثاني الكيفلي ده كاميروني تبع برضه من الناس اللي هم لا الكيفلي لا التنزاني اللي انسحب بتاع تنزانيا. وموريشيوس لا في موريشيوس انسحب وفي تنزانيا انسحب. واحنا جوه الكونجرس هو كان اقوى واحد التنزانيا جوه الكونجرس طلع اتكلم وانسحب، واحنا وهو في الجلسه جوه يعني اعلن انسحابه وتعليقه للترشيح. هو بس كان موجود هو الكيفلي اللي هو الكاميروني اللي طبعا يعني كان هو من الناس بتوع حياته، فطبعا كان الموضوع قلق شويه عشان عيسى برضه الراجل اكيد ليه ناس هنا محبين، ليه ناس اكيد يعني له حاجه و20 وحاجه 30 سنه. بصراحه الناس بتحبه قوي بدليل ان هو يعني وقف جنب مرشح خد 4 اصوات. ما هي دي بقى يعني باين لك برضه على قوه كابتن هاني وقوه مصر. الموضوع برضه يعني الدوله بتقف مع كابتن هاني وان هاني ماشي بشكل كويس، انك تاخد 50 صوت من 54. فدي حاجه بصراحه يعني كل الاخوه العرب اللي موجودين في الاتحاد الافريقي معانا يعني ناس كانت زي الفل بصراحه وناس كويسه جدا. طيب حازم كلها على مستوى القاره كلها بصراحه. طيب حازم عايز اسالك سؤال. على مدار سنين طويله جدا كنا بنلاقي كوادر مصريه ومعظمها كوادر يعني تحسب للنادي الاهلي طبعا، كوادر زي عمرو شاهين، زي شطه، زي ناس كتير قوي دخلوا في الاتحاد الافريقي. ما شفناش كادر يعني مش عايز اقول زملكاوي بس كادر مشرف، كادر قوي. هل في تفكير يا حازم ان انت تبتدي تاخد خطوات ان انت تتبوأ مناصب في الاتحاد الافريقي ولا لا؟ والله بص يا كابتن خالد، هو يعني عمرو هو موظف في الاتحاد الافريقي. عمرو مش يعني عمرو في لجنه التسويق تقريبا او رئيس لجنه التسويق في الاتحاد الافريقي. وكابتن شطه رئيس اللجنه الفنيه. وكابتن شطه لكن يعني انا مش هشتغل في الاتحاد الافريقي. انا زي ما انت بتقول انا ان شاء الله عايز يعني باذن الله تفكير ان انا اخش في اللجان اللي ممكن تكون الفنيه او التنفيذيه او اللي هي بتدير بطولات، بتدير اللجان الفنيه، بتطور الكوره. ده اللي انا بتكلم فيه ان شاء الله ان انا اخش في الحاجات دي يعني باذن الله حصريا كده في الفتره اللي جايه يعني. الفتره اللي جايه ممكن يبقى لك منصب في اللجان الفنيه يعني. للاتحاد الافريقي. ده اللي انا يعني بتمناه وده اللي انا كنت شايفه من زمان ان انا نفسي اعمله. وده على فكره مش انا بس وانت وكل من مارس كره القدم في مصر على مستوى لا خالد مركز في حاجه ثانيه انت عارفها بشكل كبير. خالد مركز في حاجه ثانيه والله خلي بالك يا كابتن خالد، اي حد يمارس كوره ومارس بالليفل اللي احنا لعبنا فيه، يمكن كابتن خالد او انا او اي حد من ليفل دولي وكابتن الزمالك، بيبقى عندك افكار وبيبقى عندك خبرات كبيره جدا. يعني مجرد انك تقعد تتكلم بس في الكوره هتلاقي نفسك طلعت 4-5 حاجات او افكار في اي موضوع. الموضوع مش محتاج يعني الناس هل المهندس هاني ابو رضا كلمك يا كابتن حازم ان انت ممكن تبقى في لجنه أو لا النهارده يعني لا عامه او كلمته انت عامه؟ من زمان طبعا بنتكلم في الموضوع ده يعني قبل ما اخش حتى الاتحاد، يعني قبل حتى وانا اللي بره خالص من 3-4 سنين فاتوا يعني. وانا بتكلم معاه ان ده الكارير اللي انا عايزه، ده الكارير اللي انا شايف ان هو عايز ابقى اعمله باذن الله ان انا اخش في الحته دي. بس بغض النظر يعني جت ما جاتش، لكن المهم الواحد يحاول وربنا يسهل ان شاء الله. حازم تابعت ماتش الزمالك والمقاولين؟ تابعته امبارح. ايه رايك؟ شفت اول ما دخلت لهم هاتوا لي الماتش اتفرج على الماتش. بصراحه الناس هنا مصريين جابوا لنا الماتش على طول. رايك في الفوز مهم
في الحاله اللي فيها اللعيبه دي انا شايف الفوز اهم حاجه. ان انت محتاج ترجع تاني تكسب، اللعيبه تحس انها مش عارفه تكسب ازاي، بعيده عن المكسب، الضغط عليهم واضح او ما اعرفش يعني، لكن مش عارفين يجيبوا المكسب. فبغض النظر بقى انت بتلعب ازاي، لكن المهم 3 نقط يدوك ثقه شويه، يدوا للراجل نفسه ثقه، ان الراجل ممكن يبتدي يفقد ثقه في نفسه لما يلاقي كل ماتش مش عارف يجيب اجوان، يبتدي هو كمان يعني يفقد الثقه في امكانياته كمدرب، ودي اصعب حاجه ان اللعيبه تبتدي تفقد الثقه في المدرب. فالفوز انا شايف هو اهم حاجه في الماتش، هو ده الحاجه اللي يمسك فيها ايناسيو واللعيبه، ان هي ترجع تاني تخش الموضوع وتخش طيب. الليله انها لازم الزمالك يكسب يعني. حازم بصراحه كده، ضربة جزاء الزمالك اللي احتسبت وضربة جزاء اللي طالب بيها المقاولين العرب، رأيك فيها الفني ايه؟ بص بتاعت الزمالك يعني 50-50. يعني في ساعات بتتحسب، انا اصلا مش حكم بس ساعات بشوفها بتتحسب وساعات بشوفها ما بتتحسبش. طب انا هقول لك على حاجه يا كابتن حازم، وليد سليمان في ماتش الاهلي وطنطا كرة زيها بالظبط واتحسبت ضربة جزاء اللي احرز منها علي معلول الهدف. وفي ماتش مش عارف تاني كان الاسماعيلي مش عارف وطنطا اتحسبت برضه. اسماعيلي والاهلي برضه في اول لكن تقريبا على فكره كان في ماتش برضه من سنه ممكن تتحسب، من سنه برضه كان في المقاولين والزمالك برضه. بص يا خالد زي الكوره مثلا، امبارح كان في ماتش سموحه واسوان، واحد بيلعب الكوره جت في ايد المدافع اسوان جوه ال 18. لا دي بقت موضه يا كابتن حازم. لا جت في ايده. انا عايز اقول لك في حكام تحسبها، اللعيبه في حكام هتقول لك المسافه ما فاهم بالظبط، فهي بتبقى تحتمل الاثنين. طب بتاعت المقاولين لا انا شايف ما لمسوش، انا شايف ان هو لعب على الكوره ما لمسش احمد علي. وجهه نظري ما لمسش، هو احمد عشان جاي مندفع وحط رجله قبل ناصر، بس ناصر ما لمسش لا رجله ولا لمس الكوره. شفت كوره طنطا والاسماعيلي؟ شفتها. ايه رايك؟ برضه 50-50. يعني انا شايف هو عزب حط رجله في سكه اللاعب واللعيب راح له. انا مختلف معاك شويه، انا حاسس انها ما فيهاش حاجه، ان هو اللعيب عايز ياخد ضربه جزاء. حازم خلي بقى هو عايز ياخد ضربه جزاء، بس عزب حط رجله في سكته. يعني انا شايف ان هو فعلا الراجل راح ياخد ضربه جزاء، لكن عزب عمل 2 اكشنز، حط رجله وبعدين راح فارد تاني رجله مره ثانيه وهو بيمشي، عشان كده الولد خده في سكته زي البينالتي بتاع نيمار كده في باريس سان جيرمان، الولد وقع راح هو داخل فيه موقع نفسه راح واخد بينالتي. فاكر البينالتي ده؟ فاكره اللي هو دخل نفسه في اللعيب يعني. طيب كابتن حازم، انا بس عايز اقول لك الاول قبل ما اسالك سؤال مهم جدا، عايز اقول لك ان معظم اللعيبه دلوقتي بيتعمدوا ان هم يخشوا قريب من منطقه الجزاء ويشوطوا الكره بالراحه عشان تيجي في ايد المدافع، وده مش بيحصل في مصر بس على فكره، ده بيحصل بره في كل مكان. انا بقول لك هي يعني حسب المسافه بين اللعيب اللي بيشوط الكره والايد اللعيب فين. ما لو مسافه قليله قوي هيبقى دايما الحكم ما بيحسبهاش، لو مسافه بعيده شويه او ايديه بعيده مثلا عن جسمه، ايديه جايه شمال بعيده قوي مثلا طالعه فوق قوي، هيحسبها بينالتي. فهي بتبقى حسب الحكم تقديريه. طيب كابتن حازم، كلنا شفنا قرعه البطوله العربيه وشفنا الصلح اللي دار ما بين المستشار مرتضى منصور مهندس هاني ابو ريده والشركه الراعيه، وانت كنت محور اساسي في الاحداث الاخيره اللي حصلت في نادي الزمالك مع المستشار مرتضى منصور. هل تمت مقابله بينكم؟ هل تم حوار بينكم؟ هل تم اي حاجه بينكم؟ في كلام ان انتوا اتصالحتوا يعني؟ لا خالص مفيش حاجه يعني. طب تعليقك ايه على الصلح ده؟ انا مش متخاصم مع حد، انا مش ما عنديش مشكله مع حد، انا عمري ما هاجمت حد او اتكلمت على حد، انا دايما بتكلم عن نفسي او اتكلم في العادي يعني انت ما كانش فيك جنينه باسمك اصلا في النادي يا كابتن؟ انا ما عنديش مشكله مع حد، هو السلطان هو اللي دايما بيحاول يخش فيها شويه، لكن بجميع الاحوال انا مش انا اللي بغلط يعني، او انا اللي بهاجم، انا لا خالص يعني. عمري ما كنت انا عامل يعني مباشر او هجوم يعني. انت قصدك يعني انا بنقد لو في حاجه انقدها يعني، حق طبيعي. انت حازم انت شايف ان انت رد فعل مش فعل اللي حصل؟ طبعا. تمام. يعني السؤال يا كابتن، هل كان في جنينه باسمك جوه نادي الزمالك؟ لا كان في بوابه انا ما اعرفش نجيبه منين موضوع الجنينه، عمري ما قلت ان في جنينه باسمي يعني، انا ما جبتش موضوع، مش هفتح الموضوع تاني عشان الموضوع خلص بقى. يعني مش عايزين نفتح الموضوع تاني، خلينا عم انبوع الله يكرمك. اذا كان انت اللي فتحته انت اللي فتحته يا عم مهيب. انا بص يا كابتن، انا بحترم الناس كلها. طبيعي. هل ده حوار؟ اكمل بس، سيبه يكمل بس يا مهيب. اكمل بس. اتفضل يا كابتن. انا بحترم الناس كلها، وعلى الناس انها تحترمنا زي ما احنا بنحترمهم، هم عايزين يبقوا يعني عايزين الناس تحترمهم، لازم يحترموا الناس. كان الشر مرتضى عايز يبقى كبير، فاحنا بنحترمه وبنكبره، بس هو كمان لازم يكبرنا معاه.
تمام. عشان احنا مفيش حد بيكبر لوحده، نادي الزمالك مش واحد بس او اثنين، لا نادي الزمالك خالد ده ابن نادي الزمالك وانا واللي قبلينا واللي بعدينا، فهي مش واحد بس هو نادي الزمالك، احنا ناس كتير جدا هم اللي عملوا اسم نادي الزمالك. انت محترم. نكلمك في الشق الفني يا كابتن. انت رجل محترم. سيبنا اقول للراجل كلمه ان هو راجل محترم يعني. دلوقتي يا كابتن انا مهيب. بص يا كابتن يعني بصراحه معلومه جديده بصراحه، يعني مفاجاه ليك. انت يعني رجل مفاجاه محترم وحصريه، دي حصريه. حازم والله العظيم، والله العظيم 3 انا ما شفت في اخلاق حازم امام. والله العظيم يا عم والله حازم تصدق بالله انا ما شفت في اخلاق وانا ما فيش زيه. دي اتقالت على 95,000 واحد معانا من ساعه ما ده بدانا البرنامج في 18/9/2016. هو في زيه؟ هو ده ما فيش زيه اتنين. انا عندي معزه عند مهيب اكتر شويه، ان برضه بقى لنا 8 سنين مع بعض في الحياه. صح. طب كابتن حازم هاخدك للشق الفني شويه. دلوقتي كوفي انتهت اعارته مع الاتفاق السعودي. ثانيه واحده، خليك معايا اتفضل. ايه ده، في حاجه ايه عدت كده يا حازم ولا يقول لي؟ اتفضل يا حازم. مع كابتن الاتفاق السعودي او انتهت اعارته مع الاتفاق السعودي كوفي وعاد نادي الزمالك. رايك الفني هل كوفي ممكن يستفيد منه نادي الزمالك ولا خلاص انتهى دوره ما بقاش موجود مع نادي الزمالك بشكل فني؟ والله بص، بشوف كوفي ما اعرفش حالته الفنيه، ما شفتوش بصراحه في الدفاع عامل ازاي. بس هو مفيد يعني. كوفي بيلعب ديفندر في نص الملعب، افيد بالمعروف، بيلعب باك يمين معروف، بيلعب ديفندر بس افيد بالمعروف، ما عندوش لو حالته الفنيه احسن بيبقى افيد طبعا. بس يعني لو قدامك مقارنه ما بين اثنين واحد يفضل. ما هو انا ما شفتش كوفي، ما اقدرش احكم عليه دلوقتي يا خالد. ما شفتوش. لا يعني مثلا كوفي لما كان معانا لما جينا الزمالك شهر لعبناه ماتش ديفندر ما كانش شايف. فاكر الماتش سموحه نزل ديفندر، وحتى انا قلت لك انتوا ازاي تلعبوا ديفندر ده بقاله مش عارف كام شهر بيلعب سيرد باك صح. فنزل ديفندر ما كانش شايف الماتش ده. فانا ما اقدرش اتكلم على حالته دلوقتي، ما شفتوش بصراحه. اللي اقدر اتكلم عليه هو معروف ان احنا شايفينه، لكن الحاله الطبيعيه لو كوفي او معروف في حالتهم اللي هي جت من 3 سنين لا كوفي هيفيدك اكتر، لكن انا ما اعرفش كوفي دلوقتي عامل ازاي بصراحه. يعني ما اقدرش. رايك ايه؟ تفرق جدا تشوفه دلوقتي يعني. اتفضل. رايك ايه في ان حسام باولو اللي الزمالك جابه في يناير بره الحسابات خالص، الى حد ان امبارح لعب مايوكا بعد ما تم اراحه باسم مرسي؟ انا اللي عارف ان الراجل مش مقتنع بباولو قوي يعني. ده اللي عرفته من الفرقه يعني، اللي هو مقتنع براس حربه اللي هو بيعرف يلعب كوره، لعيب الكوره اكتر يعني، اللي هو مش مجرد راس حربه بس بيخبط ويلعب بدماغه، لا هو عايز راس حربه لعيب. حتى هتلاقي في اوقات لعب ماتشات من غير راس حربه، نص 30 دقيقه 20 دقيقه 25 لعب احمد رفعت راس حربه او لعب من راس حربه خالص. عملها في طنطا باين، وعملها في ماتش تاني برضه قبل طنطا. فده وجهه دي هي مشكله ان انت بتجيب مدربين كتير مش هم اللي بيختاروا القايمه. ده هيحصل لك دايما كده، ان هتلاقي واحد اللي جابه مش هو اللي واحد مش هو اللي بيلعبه. بالظبط طبعا. حازم هترجع امتى ان شاء الله؟ بتجيب مدربين. راجع امتى مصر؟ انا راجع الحد ان شاء الله باذن الله. الحد؟ باذن الله. ده النهارده الاثنين. عندك مشكله ولا حاجه؟ لا انت يعني راح من البحرين على حته ثانيه، على ابو ظبي يعني او حاجه؟ يمكن عندك مشكله. خد بالك انت اتفقت معايا على حاجه. والله العظيم. ما ترجع بقى، ما ترجع. انا قايل لك 3 و4 مش احنا في 3 و4 صح. انا افتكرته 3 و4 ده 3 و4 جايين. انت عرفت بقى عرفت ايه المشكله يا كابتن؟ عندنا كونجرس يوم الخميس، كونجرس فيفا. اللي بعديه خلاص كونجرس. ماشي يا عم الكونجرس. انا راجل كونجرس دلوقتي يعني. ماشي يا حازم، ربنا يوفقك حازم. ماشي.